بسم الله الرحمن الرحيم. الآن عندنا مشكلة الغسالة في تهريب الماء، أو الغسالة العادية في تهريب الماء. ما تمسك الماء أثناء العمل، فاستدعي الوضع أنك تفك الغسالة من الخلف. بعضها تجي كلبسات وبعضها تجي مسمار. نبدأ بعد ما فكينا المسمار. هذه الغسالة من نوع LG. بسم الله. الآن نجي لموضع حبل تصريف الماء، هذا هو. نجي نتأكد من نفس التوصيلة هذه. بعد ما نفتح نخليه هذا على الوضع العادي، ونبدأ نفك المحبس أو الغطاء. هذا يبدأ يخرج لنا. نلاحظ الماء نلاحظ يبدأ يتهرب علينا هذا الماء، ونشوف موضوع إيش. هذه الجلدة والسيستة، إما تكون الجلدة ضعيفة أو مهترية، أو السيستة نفسها تكون إيش خلاص جار عليها الزمان فتصبح لينة، لا تدفع هذا المحبس أو بشكل طيب. ثم نجعل هذا على وضع ليش الإهمال، نحمله كذا، نجعل على الوضع مشدود. أيوه. بعدين نبدأ نتأكد من هذا الشيء، نرجع نشد عليه. ولا تجيب مهندس ب150 و250 على حاجة سهلة. بس نحاول نشده كذا، كافي كذا، وانتهينا من هذا الشغلة. 150 في جيبك، بس انتبه على هذا الحبل يكون بهذه الوضعية، ما يكون وضعية المشدود ويهدب عليك الماء. عدل بهذا الشكل وخلاص انتهينا. وفرنا على نفوسنا مبلغ وقدره. اللهم صل على رسول الله.